السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة موضوعنا اللي هنتكلم فيه وكلام مهم جدا ولازم تعملوا بيه، لانه مهم جدا وخطير جدا. مهم للست. اللي انا شايفة ان حق الست ضايع قوي في علاقتها مع الراجل. يعني انا بشوف ان الست مظلومة قوي، بالذات مع الراجل الاناني اللي بيقولوا عليه النرجسي. يعني ان هو بيحب نفسه، بيحب يعني يبقى هو اللي في العلاقة المهم، هو اللي كل حاجة عشانه، هو اللي المفروض الست تعمل اي حاجة وكل حاجة عشان ترضيه. لا، الدنيا مش كده. عمر ما في راجل يبقى اناني ولدرجة انه ينسى حقوق الست عليه، انه ينسى ان هي يعني نصه التاني. يعني الميزان ليه كفتين، هي الكفة التانية، من غيرها الدنيا تبوظ معاه. هو مش فاهم ده. يعني ست البيت او كينونة البيت لازم يبقى ست وراجل، ما ينفعش يبقى راجل لوحده. عشان كده النهاردة أنا جاية أنصحك وأعرفك تعاملي الشخصية دي إزاي. الشخصية اللي زي ده، الراجل الأناني أو اللي بيكتسب أنانية مع مرور الوقت، لما يلاقي مراته هي اللي بتحبه زيادة، بتضحي زيادة، بتعمل له كل حاجة عشان هو يرتاح، لا، ما انصحكيش تعملي كده. كده انت هتخسري كتير قوي في حياتك. بلاش الحب الزيادة ده تظهره له، اظهريه في تصرفاتك، مش بالكلام. اظهريه في افعال يستحسنها، من غير ما تبيني له مشاعرك قوي اللي انت بتحبيه وانك انت من غيره هتموتي. لا، مفيش حد بيموت عشان حد. هو بقى بيستغل ده في ان هو يعذبك ويبعد ويحسسك ان انت آه يعني مرمية عليه. احنا هنتكلم بالبلدي عشان نفهم بعض. الستات اللي بتسمعني لازم تعرف ان مش كل حاجة آه مش كل حاجة في الحب عطاء منك انت بس. ما ينفعش. علشان يبقى الامور متوازية والميزان يعني الميزان مش طابب من ناحيتك انت بس، لازم يبقى خد وهات. زي ما انا بديك حب ومشاعر واخلاص ووفاء، انت كمان اعمل كده. انت كمان بدلني نفس الحب والاخلاص والمشاعر والحاجات الجميلة. ليه يبقى انا بديك كل حاجة في حياتي وانا جزء من حياتك؟ عشان ايه يعني؟ لا، انا مش كده. زي ما بديك حبي واهتمامي، انت كمان تديني حبك واهتمامك. ولو ما اهتمش وما حبكيش، اعمليه بنفس معاملته. استنى اما اظبط الكاميرا شويه. بصوا، نفس المعامله، نفس الكلام، نفس الطريقه، نفس التصرفات، بالعقل بقى. مش هوصيكوا، انتوا ستات وفاهمين احنا بنتكلم بنقول ايه. زي ما بيعمل معاكي اعملي معاه. يتقل عليكي اتقلي عليه بالحسنى. مش كل حاجة وقتك كله عشانه، لا، ما ينفعش. عادي، عامليه زيه زي عادي. اصل بصي، انت لو الراجل عملتيه كأنك امه واخته ومراته في بيته، عمره ما هيحس بيكي. انت مش امه، انت مراته، زيك زيه. اي حاجة بيعملها اعمليها زيه، اي حاجة بيبادرلك بيها اعملي زيه. زي ما بيكلمك كلميه، كلمك من طرطفة مناخيره كلميه من طرطفة مناخيرك، كلمك بقلاطة كده كلميه بقلاطة، كلمك بغرور كلميه بغرور. اداكي ظهره اديله ظهرك. نسيكي في العلاقة بينك وبينه انسيه، مش هتموتي من غيره يعني. طنشي، هيرجع يدور عليكي. الراجل لما بيلاقي الست رامية نفسها عليه بيبعد عنها ويتقل عليها. ما تسأليش،
خلي كل اهتمامك بنفسك وذاتك، ورينه ان انتي ست جميلة وست حلوة، ست مهتمية بنفسها، ست شايفة كل حاجة ليها هي. لما تحسيه بذاتك انتي، ان انتي اللي حلوة وانتي المرغوبة وانتي كل حاجة، هو نفسه هيجري وراكي. لما طول ما انتي رغباته اللي عاوزها تنفذها له، كل ما يقول الو افتح عليه بسرعة، لا ما تفتحيش عليه بسرعة، سيبيه يرن. لو بتطلبيه 10 مرات في اليوم، هي مرة واحدة بس، سيبيه هو يطلبك ال10 مرات دول. لو بتردي عليه بسرعة، سيبيه لما الجرس هيقرب يفصل، الو قال لك ما ردتيش بسرعة ليه، قول له اصل كنت مشغولة. هو كده، العين بالعين والسن بالسن والبادي اصلا. هتعاملني كويس بما يرضي الله، هعاملك احسن من كده وهحطك في عيني، وبرضه بنفس اسلوبك اللي انا بقوله لك. لازم تتنفذي اللي انا بقوله بحذافيره. اتقلي، اعقلي، ما ترميش مشاعرك وتقولي له على طول انا بحبك وانا بموت فيك وانا من غيرك هموت ومن غيرك مش لا بالعكس. على فكرة احنا الستات قوية وجامدة، وتقدر تعيش من غير راجل في حياتها وتربي عيالها وتعيش زي الفل، واحسن من وجوده كمان. احنا مش ضعاف، بالعكس. الست بقت مركزها عالي في البلد، وبقت في مراكز ومناصب عالية بمجهودها، ما خدهاش من ايديها، علمها عشان هي تطلع تبقى حاجة هي بنفسها. اللي انت عايزاه لنفسك هو اللي هيكون. عايزة تبقي مستوى عالي وراقي، اعملي كده. اتقلي وعلمي نفسك وثقفي نفسك، اهتمي بصحتك، اهتمي بنفسك، اهتمي ببيتك، اهتمي بمظهرك، اهتمي بشكلك وكلامك واسلوبك ورقتك. ما تسيبيش حالك يبوظ منك، ما تسيبيش جسمك يبوظ. يعني هقولك ايه، افتكري نفسك، افتكري نفسك، احسن هتفوقي وتصحي على انك انتي الدنيا جريت من تحت رجليكي وانتي مش دريانه بنفسك، وترجعي تندمي وتزعلي انك سبتي نفسك لحد ما وصلتي للدرجه دي. اتمنى ان كل ست تفكر صح وما تخليش حد يغلبها، ما تخليش الراجل يدوس عليكي ويقسى عليكي لانك شايفك مدلوقه عليه. بيتمتعوا قوي ويبقوا مبسوطين جدا بوجع الستات، بوجع قلبها، بحرقة دمها، ان هو يبص على واحدة تانية، ان هو يكلم واحدة تانية، انه يعرف واحدة تانية ويغيظها ويقهرها طب ما تقهريه انتي، مش لازم تتكلمي ومش لازم. طول ما الراجل حاسس بالامان من ناحية الست بتاعته، طول ما يدوس عليها، طول ما هو حاسس ان انتي ملكه بتاعته وان محدش يقدر، ما تقدريش تعملي اي حاجة ولا تروحي ولا تيجي ولا لا لا لا. مش لازم تعملي حاجة وحشة لا قدر الله، انا ما بقولك اعملي حاجة وحشة ولا ان انت اعملي زي ما هو بيعمل، لا لا لا، هم في طبعهم الخيانة، انما احنا لا. احنا ربنا الحمد لله رب العالمين جعل في قلبنا الطيبة والحنية. ما تخونيش جوزك ولا تأذيه، انت عامليه بمعاملته زي ما بيعاملك عامليه. تقل عليكي اتقلي عليه، قسي عليكي اقسي عليه. ما هي القساوة اللي بين الست والراجل انك يكلمك الكلام يبقى بالقطارة. عدي كلامك اللي بتقولوه له، ما تدلدقيش تبقي قاعده بترغي 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 ولا تسالي. كبري دماغك انت. لما يشوفك انت ما بتتكلميش معاه، هو اللي هيكلمك. لما يشوفك انت تقلانه عليه، هو اللي هيجري وراكي. لما يشوفك انت ما بتتصليش بيه، هو اللي هيتصل بيكي، هيعرف قيمتك وهيدور عليكي. طول ما تقولي يا روحي يا قلبي يا حبيبي يلي ويلي، مفيش الكلام ده، ولا كأنك بتقولي حاجة. بيتمتع ويستمتع جدا بان هو يوجع قلبك، بيستمتع جدا بانك يشوفك قاعدة على نارك. ما تعمليش كده، ما توصليهوش ان هو يحرق دمك. اكسبي ما تخسريش. فكري في كلامي هتلاقيه منطقي وصح. دايما اهتمي بشكلك ونفسك وحلاوتك
وانك دايما طعمه، وانك دايما حلوه، وانك دايما نخشه، وانك دايما خفيفه وجميله وصحتك حلوه، وبتتحركي وبتروحي وتيجي وتعملي وتلبسي وتتشيكي وتحطي برفان وتعملي شعرك وتتمكيجي وتلبسي الطقمه، الطقم مترتب كده والالوان حلوه تفرح النفس. بلاش الاسود والبني والاخضر والالوان الغوامق، البسي الفواتح على راي ام ساجده، الفواتح فتحيها، البسي فواتح، حاجات حلوه تظهرك وتخليكي اموره وحلوه. يا رب تكوني سمعتي كلامي وبتفكري فيه وتقومي تنفذيه، علشان ما تخليهوش يكسبك ويغلبك ويكيدك. كيديه على رأي ستي. كيديه قبل ما هو يكيدك، افرسيه قبل ما هو يفرسك، واقعدي على قلبه. ايوه، امال ايه؟ امال تسيبي جوزك واحده تانية تخطفه منك، ولا واحده تانية يبص لها؟ انت عارفه، بس هو الراجل الاناني بيبقى يعني ايه، عاوز كل حاجه، عاوز يبقى هو كل حاجه. فانت ما تديلوش الفرصه ده، طول ما هتتقلي عليه وتعامليه بنفس معاملته هيجري وراكي وهيعاملك هو احسن معامله، وانت هتبقي مبسوطه قوي. والكلام ده مش مؤقتا، الكلام ده تتعاملي بيه على طول، على طول تعامليه بالشكل ده على طول. اوعي تضعفي قدامه. يا رب تكوني فهمتي. اتمنى لك كل خير يا رب، واسمع عنكم كلكم خير يا رب ويسعدكم، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. باي باي.